بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يعني رجاء نستمع لأهمية الموضوع، يعني كي لا يطالبك أحد يوم القيامة بشيء متعلق عليك ومتعلق بك فيؤدى بك إلى الحساب العسير، وأنت تعلم جيدا أنه في يوم القيامة ربما لا يبرئك الذمة فلان وفلان يطالبونك بحقوقهم، فكيف تدفع ذلك عن نفسك؟ كيف ترد مظالمهم قبل أن ترحل من هذه الدنيا؟ رجاء اقرأه لمرة واحدة لرد المظالم كي تخرج من هذه الدنيا وأنت بريء الذمة، وتكون في يوم القيامة بريء الذمة من كل أحد، لا يوقفك أحد أبدا يوم القيامة. فنحن لا نخشى من الله سبحانه وتعالى في يوم القيامة لأن الله غفور رحيم، ولا نخشى من أهل البيت لأنهم أهل الشفاعة، ولكن نخشى من الناس الذين سوف نفر منهم. يفر المرء يومئذ من بنيه، من زوجته، من أبيه، من أمه، من أولاده، من أقاربه، من معارفه، لأنهم يطالبون بحقوقهم التي كانت عليه. فماذا أفعل كي أكون بريء الذمة في الحياة الدنيا، بريء الذمة في الآخرة؟ اقرأه لمرة واحدة، الدعاء الذي قاله النبي صلى الله عليه وآله لرد المظالم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا نور السماوات والأرض، ويا غوث المستغيثين، ويا جار المستجيرين، أنت المنزل، بك كل حاجة، أستغفرك وأتوب إليك من مظالم كثيرة لعبادك قبلي. اللهم فأيما عبد من عبيدك أو أمة من إمائك كانت له قبلي مظلمة ظلمتها إياه في نفسه أو في عرضه أو في ماله أو في أهله وولده، أو غيبة اغتبته بها، أو تحامل عليه بميل أو هوى أو أنفة أو حمية أو رياء أو عصبية، أي بمعنى الرياء، أو رياء أو عصبية، غائبا كان أو شاهدا، وحيا كان أو ميتا، فقصرت يدي وضاق وسعي عن ردها إليه والتحلل منه، فأسألك يا من يملك الحاجات وهي مستجيبة بمشيئته ومسرع إلى إرادته، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن ترضيه عني بما شئت من خزائن رحمتك، ثم هبها لي من لدنك، إنه لا تنقصك المغفرة ولا تضرك الموهبة. ربي أكرمني برحمتك ولا تهني بذنوبي، إنك واسع المغفرة يا أرحم الراحمين. وكما جاء في كتاب العلامة الكفعمي بأن من قرأ هذا الدعاء لمرة واحدة الله سبحانه وتعالى لا يوقفه يوم القيامة على حق أحد من الناس، وأنت تخرج من الدنيا بريء الذمة من الآخرين، وتكون في الآخرة أيضا بريء الذمة حول الأشخاص الذي لم تستطع أن تصل إليهم ليبرؤوك الذمة على ما فعلت معهم، ربما من تقصير أو ظلم أو غير ذلك، ولم تستطع أن ترجع إليهم ما أخذت منهم وكنت نادما. جرب ولا تشك، واقرأه لمرة واحدة. صباحات ولائية. أمين محمد، خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.